عودة الدوري بين الممكن والمستحيل عنوان ممكن يبقى عنوان هايل جدا لحلقتنا النهارده، خاصة انه المفروض ان يوم الاحد امبارح كان معانا الكابتن سعيد لطفي على التليفون، لاعب الزمالك السابق بتاع الأكاديمية. أيوة. وقال انه يعني هو احد الناس اللي يعني متضامنه في هذا الموضوع، وقال انه العشرات من او الالاف من اللاعبين هيكونوا موجودين يوم الاحد في وقفه هتبدا من عند المنصه في طريق الناصر ثم تنتقل الى قصر الاتحاديه، وقفه رياضيه كبيره جدا للتنديد بعدم عوده الدوري والتشديد على ضروره عودته، وانه لا يتحكم في عوده الدوري تيار معين، تحديدا هم بيتكلموا عن شباب التراس الاهلي. هل انت بقى قلت بين الممكن والمستحيل، هل هو ممكن ام مستحيل ان يعود الدوري؟ لا طبعا هو انا شايف ان الدوري ممكن جدا اللي هو ما يرجعش، وممكن جدا اللي هو يرجع. يعني الموضوع عايز اقول 50 50% الفرص متساويه، لكن انا عايز اقول كمان ان فرص عوده الدوري الممتاز مره اخرى اعتقد اللي هي عدت ال 50%. ده تصوري، وانا لا ادعي الصواب ولا احتكر الصواب ولا ادعي الكمال. يعني انا مجرد اللي انا حاجه فرد صغير في منظومه انا يعني اسعد اللي انا بنتمي اليها، مجال الصحافه وخاصه الصحافه الرياضيه. لكن انا بقول ان انا كلامي دون اللي انا عوده الدوري بنسبه 60 او 70%، ولا ادعي الكمال ولا احتكر الصواب. يعني كلامي بيخضع زي النظريه الاحتماليه، بيخضع اللي هو الصواب والخطا. لكن في شواهد عند حضرتك بتخليك تدي 60% للعوده. والله انا شايف الشواهد ان كمان مجلس اداره الاتحاد الجديد، ودي فرصه نهني الراجل الصعيدي الجدع. انا ما اعرفوش شخصيا على فكره، بس انا ما اعرفوش، يمكن قابلته كده مره او بالصدفه، وهو كان رئيس منطقه الاقصر لكره القدم. ايوه. ومسك امين صندوق فتره في يعني في المنطقه اللي هي الصعيد، وكان وجه قبلي، وكان كمان رئيس لجنه المسابقات على مستوى الجمهوريه فتره جدا في عالم اللي هو بنسميه القطاعات بتاعت الناشئين. اعتقد اللي هو كمان شاور بتحديدا، قال ان احنا عايزين الدوري يرجع تاني. لما جه الحقيقه الحديث وتابعته ان عدد كبير جدا، واحنا كلنا لا يخفي على احد ان اكثر من 4 أو 5 مليون من العاملين حوالين التوابع او اللي بيستفيدوا دايركت او اندايركت، يعني اللي بيستفيدوا بطريقه مباشره او غير مباشره من لعبه كره قدم، او مش عايز اقول لعبه، هي بقت رياضه ونشاط، والموضوع بقى بيزنس وتجاره دلوقتي. الموضوع مش مجرد لعبه الواحد بيشوطها برجله، لا ده كمان بقت سياحه وصناعه وحاجات وتجاره طبعا. اتصور 60% لاصرار رئيس اتحاد الكره ومعاه الاعضاء مجلس الاداره على ضروره عوده نشاط كره القدم. البدايه يمكن انا زي ما قلت لحضرتك اللي هو الدوري الاقل درجه اللي هو غير الدوري الممتاز، الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه والدوري الممتاز ب او الاولى ب هيستأنف في اسرع وقت، خاصه ان ده ما بيحتاجش تامين وزاره الداخليه. أيوة. الجديد بقى في الموضوع يمكن ما اعرفش حضرتك طبعا تعرف، لكن ما اعرفش الساده المشاهدين يعرفوا ولا لا، ان الدوري ده بيتم ازاي حضرتك. يعني عايز تلعب الدوري ده رابعه وثالثه وثانيه وكده واولى ب ما عدا الممتاز، بيتم بس فقط اختار وزاره الداخليه اللي احنا هنلعب المباريات بتاعتنا. اتحاد الكره هو اللي يقدر يقوم باللعبه دي او بالموضوع ده، ويدي له اختار رسمي ان احنا هنستأنف نشاط. هل مع تحديد موعد عوده القسم الثاني هل بالفعل بقى تم اخذ الموافقات الامنيه تفتكر؟ ده حصل. حصل. هو فعلا بالفعل لجنه اللي هي المسابقات باتحاد الكوره او من خلال جمال علام رئيس الاتحاد ارسلوا مكتوب بيسموه بقى، يعني مكتوب رسمي لوزاره الداخليه اللي احنا عايزين نلعب. المفروض ان القسم الثاني ده لما بيلعب اللي هو 72 فريق بيصعد منهم 3 انديه تروح للدوري الممتاز. تمام. ده معناه انه انا بلعب قسم تاني عشان اطلع للقسم الاول طبعا. او الدوري الممتاز. طب لو انا ما فيش دوري، لو بيتكلم في فرصه ال 40% انه ما فيش دوري، الثلاثه دول هيروحوا فين؟ لا ما هو ليها حل، ما هو حكايه. هقول لحضرتك حاجه، انا مبدئي في الحياه وفي الرياضه عموما ان كل شيء في الدنيا ليه حل، الا الموت ملوش حل. الموت ده خلاص الانسان مات، لكن طالما انت عايش يبقى عندك امل. لان هو تعرف حضرتك من غير قطع كلامك المفروض ما اسالش السؤال ده ليه؟ لان كان المنطقي ان انا داخل 2013 بعد ما اخلص الموسم ده، داخل 2013 2014 دوري محترفين على 18 الماده 18 دوري محترفين حضرتك، اللي هي الماده 18. يعني انا بقى ما عنديش بقى قصه بقى قسم الف وقسم ب، دي مسابقه ينظمها اتحاد الكره، ولكن في عندي جمعيه متعلقه باللاعبين الدوري المحترفين تنظم دوري محترفين عشان اقدر العب افريقي ودولي.
لان انا 13 كان مسموح ليا، مدد لي فتره كده في افريقيا وفي مصر. ف 14 دي لو ما لعبتش دوري المحترفين هنلعب بيننا وبين بعض كره شراب.